بسم الله، ونبدأ وصفتنا. نص ليمونة، معلقة صويا صوص ومبهر، ملح، فلفل، سنة بهارات فراخ، سنة لورا زيها حبهان. حطيت بودرة ثوم، بودرة بصل. هحط كاتشب دلوقتي. لو ما عندكيش صويا صوص مفيش مشكلة، ما عندكيش كاتشب ممكن تبشري طماطمية على اللي انا عاملاه ده. ممكن تضيفي معلقة عسل نحل. هي القصة كلها ان انا عندي ربع فرخة ني، صدر فرخة بمعنى اصح، قطعته شرايح وعايزة ابهره كده ببهارات كده ظريفة تديله طعم حلو، وفي نفس الوقت اجدد. كان عندي رز كتير فاضل عايزة اجدده، وعايزة اعمل اكلة من ما فيش، ما احنا زهقانين بقى. يعني ابقى دخلت فيها البروتين والنشويات والخضار. يعني حابة كده اعمل اكلة لذيذة كده وسهلة في الهضم والاكل وبمزاج. اخدت التتبيله دي اللي هتبل بيها صدر الفرخه اللي انا قطعته شرايح زي ما انتي شايفه. ممكن اللي انا عملته ده تعمليه على اي بواقي لحوم وفراخ موجوده عندك. هتعيدي تتبيلتها بالتتبيله اللي تريحك، او حتى لو هتشوحيها في شويه سمنه. بدات بالفراخ وهركنها على جنب. تعالوا بقى الرز ده هنعمل فيه ايه. بس الاول كان عندي بتنجانيه وبطاطسيتين، قطعتهم حلقات كلهم زي ما انت شايفه، وطماطمايه وفلفل ملون. وادي الرز اللي هو البطل النهارده اللي احنا عايزين نجدده. بس تعالي نحمر البتنجان ووراه الفلفل الملون ووراهم البطاطس. بس البطاطس عشان شويه بتاخد تسويه زياده، بروح مغطيه عليها ومهديه النار، وبعد كده بعري النار عليها علشان ايه، اخليها تكمل تحمير. واخد الكلام ده بقى كله على ايه، مناديل المطبخ، الحاجات اللي انا حمرتها دي كلها، الخضار ده. وبهر بقى بشويه ملح وكمون، حتى الطماطم الحلقات حياتها بشويه ملح هي كمان. ونيجي بقى نشوف الرز اللي هو البطل بتاعنا، البواقي اللي فاضله عندنا. كنت طبخه قبليها بسله كده بالجزر، فاضل معلقتين منهم. صفيتهم في مصفى خلاص، و يعني تحت الميه كده شطفتهم وضفتهم على الرز بمعلقه سمنه، ودخلوا الميكروويف. في ناس ممكن تسخنوا على مصفى. المهم هي حته السمنه دي اللي هتحييها. تعالي بقى الفراخ، اخر حاجة الفراخ، معلقة السمنة بتاعتي على النار ونشوح فيها صدور الفراخ اللي موجودة عندي. لو انتي عاملة بط، عاملة فراخ، عاملة اي حاجة وفضل منه، ممكن تعملي فيه اللي انا بعمله دلوقتي. تشويحة حلوة كده، وهدي النار واغطي، اسيبها تنزل ميتها وتتشرب. بعد كده بعريها واعلي النار واخليها تتشمع حلو كده وتاخد اللون اللي انتي شايفاه ده. رصيت بقى حلقات الفلفل والبتنجان، وحطيت الفراخ وعليها البطاطس. هحط حلقات الطماطم دلوقتي فوق البطاطس كده عشان تديها نكهة حلوة. واخر حاجة البطل بتاعنا، الرز اللي كان فاضل عندي منه كتير كمية. حتى معلقتين البسلة والجزر اللي كانوا عندي. ما برميش اكل على فكرة، بجدد اكلي دايما. خلاص بالمنظر ده، ويتقلب على سيرفيس واحلى مقلوبة. بصوا شايفين الجمال والحلاوة. لو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو، وسهليها على نفسك. سلام عليكم.